الفرق بين المرض النفسي واضطراب الشخصية: المرض النفسي هي حالة بتيجي للشخص بشكل مفاجئ أو بشكل تدريجي، بتأثر على طريقة أفكاره ومشاعره وطريقة تعامله مع الناس وسلوكه. من أبرز ما يميزها إن هي لها أعراض ظاهرة وواضحة زي الاكتئاب والقلق والوسواس القهري. بيمكن علاجه عن طريق العلاج الدوائي أو العلاج النفسي أو الاتنين مع بعض. الشخص في المرض النفسي بيكون مستبصر بحالته فبالتالي بيلجأ للعلاج، وده عكس اضطراب الشخصية اللي هي عبارة عن نمط ثابت بيظهر للشخص في مرحلة المراهقة، ومع النمو بيبدأ يكبر ويتطور معاه. بيأثر على طريقة تفكيره وأسلوبه وطريقة تعامله مع الناس اللي حواليه. اضطراب الشخصية صعب العلاج لأن الشخص بيكون غير مستبصر، هو شايف إن ما عندوش مشكلة أصلا فبالتالي أنا هتعالج ليه؟ يعني بالخلاصة إن المرض النفسي هو بيظهر بشكل مفاجئ أو تدريجي، ومع استخدام الأدوية بيبدأ يقل أو ينتهي. إنما اضطراب الشخصية لأ، ده نمط ثابت بيظهر في المراهقة وبيكمل مع الشخص. المرض النفسي بيكون فيه استبصار، أنا شايف إن عندي مشكلة فبالتالي بدور على الحل. اضطراب الشخصية لأ، أنا شايف إن ما عنديش مشكلة، أنتوا اللي عندكم مشاكل. طيب أنا ليه أعرف الفرق بينهم؟ عشان هيساعدني في التعامل معاهم.